صار يعرف الفومو، بس هل تعرفون الفوبو والفودا؟ فومو هي اختصار الفير اوف ميسنج اوت، يعني خوفك من انك تفوت شيء مهم، سواء كان حفله، ترند، اغنيه، اي شيء. المصطلح بدا كمفهوم نفسي في عام 2000 ولكنه انتشر بعد مقال كتبه باتريك في 2004 من جامعه هارفارد. الفومو يخليك تشتري اشياء ما تحتاجها عشان ما تطوف العروض، تطلع طلعات ما تناسبك لانه يمكن يصير شيء، تستمر في علاقات ما تناسبك لانه يمكن يتحسن. والحين نروح للفوبو. فوبو هي اختصار الفير اوف بيتر اوبشنز، يعني الخوف من انك تختار شيء ويطلع فيه شيء احسن منه. مثلا لو انعزمت تقول اوكي بشوف لانه يمكن يطلع ايفنت ثاني احسن، او لو انخطبت تترددين وايد لانه يمكن يتقدم شخص افضل. واذا اجتمع الفومو والفوبو مع بعض يصير عندنا شيء اسمه فودا، واللي هي اختصار الفير اوف دوينج اني ثينج، يعني لا تقبل ولا ترفض، لا تروح ولا ترد، تصير مشلول اجتماعيا، بس تنتظر الحياه تمر، ما تقدر تقرر شيء. فومو واخواتها ياثرون على النوم، يرفعون التوتر، ومع الوقت يخلونك ترضي الناس اكثر ما انك ترضي نفسك. طرش المقطع للي دائما يحس ان حياته ناقصه عشان ما يفوت حياته وهو يحاول انه ما يفوت شيء.